السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة صينية البطاطس. هي مقاديرها سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة، بس عشان احنا بنعملها للناس اللي البنات اللي لسه متجوزين ما يعرفوش وداخلين ما يعرفوش حاجة، فاحنا بنعلمهم ازاي يعملوا الحاجات البسيطة دي. هنبتدي الاول هناخد البصل. دي بصلة مقطعينها بشرينها، وهنحط عليها شوية فلفل وشوية ملح ونقلبهم في قلب بعض. كل الناس طبعا بتعرف تعمل صينية البطاطس، بس احنا بنعمل الفيديو ده بس عشان البنات اللي لسه متجوزين وما يعرفوش حاجة لسه في الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى البصل، البصلة لما بتاخد الفلفل والملح في الاول فول بتدعك بيها كده، بتدي طعم حلو قوي لصينية البطاطس. هنحط البطاطس نفردها كده. طبعا ده هيبقى طاجن بطاطس هنحطه على طول في الفرن، ولا هنديله غلوة على البوتاجاز من فوق ولا حاجة، لان البطاطس بتستوي على طول. نحطها الاول في الفرن من تحت، وبعد كده نطلعها على الشبكة. ناخد شوية فلفل كده نفردهم. ده فلفل رومي على فلفل حراق. هنفرد بقية البطاطس عليهم. هنحط بقى الطماطم دي عصرينها في الخلاط. نحط معلقتين الصلصة، والتوابل بتاعتها كمون بابريكا جنزبيل، شوية سكر، معلقة سكر، كزبرة، وشوربة دجاج وملح. نقلبهم كلهم مع بعض كده. نحطهم على وش الصينية. هنحط بقى عليهم الشوربة وندخلها في الفرن. طبعا جنب طاجن البطاطس عملت الرز بالشعرية الجميل ده اللي قدامكم، وارجو منكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة.